انا انتج من السنه اللي فاتت وهم الى الان عندهم ما فيش انتاج. ما فيش انتاج. طبعا احنا معاكم النهارده 8/12/2025 في زياره لمزارع احد الاصدقاء الحاج حسن عبد الله صالح. كنا بنزور المزرعه عنده. دي مزرعه مجدول بسم الله ما شاء الله، في ظهرنا مزرعه سيوي بتاعته بسم الله ما شاء الله. قال لنا حاجه يعني مختلفه. بقول له الحاج النخل المجدول ده عمره قد ايه يا حاج حسن؟ قلت لي قد ايه؟ ده دخل على 3 سنين. 3 سنين. دخل على 3 سنين. يعني سنتين داخل على 3 سنين. بقول له انت خدت منه بشاير السنه دي؟ قال لي 5 كيلو. قال لي ايه؟ 30 كيلو من نخله؟ متوسط 30 كيلو. يعني دي عمرها 2.5 سنين. حصدت طلعت كام صباطه الشهر اللي فات؟ هي طلعت بالظبط حوالي 8 صباطات واحنا خفينا منهم. خفينا منهم، شفناهم حوالي 5 صباطات. 5 صباطات. هل كل النخله، يعني المزرعه دي مثلا لو انت عندك دول 30 نخله، خدت بال 30 نخله كل نخله 30 كيلو؟ اللي هو جت محصول السنه دي تقريبا دخل على 30 كيلو. على 30 كيلو. يعني متوسط متفاوت بعد 2.5 سنين زراعه. خلي بالك، ودي زراعه بنت جوره. بس اهتمام بالتعامل معاها كخدمه وسماد هو اللي اداني العمر ده يا جماعه مجدول سيوه. يعني ايه مجدول سيوه؟ مجدول سيوه يعني ميه بكثافه، ملوحه ميه محترمه جدا تحت ال1000 جزء في المليون. يعني لا هي دلعه تطلع بلحه يابسه، ولا هي حدقه زياده عن اللزوم او ملح زياده عن اللزوم تطلع انتاج قليل. تاخد خدمه شتويه وخدمه ورعايه محترمه تديك انتاج كويس. احنا بنقول في دراسه الجدوى يا حاج حسن والله في بشاير سيوه، بنقول في دراسه الجدوى 5 كيلو. بعد 3 سنين تدي 5 كيلو. انا الواقع تدي 30 كيلو بعد 6 سنين او 5 سنين تدي 30 كيلو، توصل ل 100 كيلو بعد 10 سنين او على 9 سنين. تمام. ده واقع يا جماعه والله، لا بنكذب ولا بنألف. 10 كيلو. ها؟ 10 كيلو. احنا بنقول في السنه الثالثه 10 كيلو. ما بنقولش 30 كيلو ولا 40، بس ده نموذج حقيقي 100%. الانتاج ده انتاج حقيقي. احنا بص يا استاذ محمد، احنا الواقع احنا دون واخدينه بنت جوره من الشركه معينه. تمام. بقى لنا داخلين على 3 سنين بالظبط. تمام. السنه دي انا جبت مهندس اللي واخد منه الفسائل منه. صاحب الشركه نفسه. وجه هنا هوت وشاف قدامه الوضع، استغرب جدا. قال لي الفرق بينه وبينك الخدمه اللي انت بتخدم في مواعيد. اهم حاجه المواعيد، الخدمه الشتويه تتخدم في مواعيدها صح. مظبوط. ما عادش شهر 11 عليه. ما يتفوتش ميعادها، لانه الميعاد الخدمه الشتويه الصحيح هو يعني بيدي النضج للايه؟ للنخله وللخضره. الخدمه الشتويه في ميعادها الصح هي دي انتاج السنه اللي بعدها. وفي نفس الوقت يعني احنا كنا مجموعه مع بعض جايبين مجدول من شركه واحده. انا انتج من السنه اللي فاتت وهم الى الان